صابر المداح، الطفل اليتيم اللي اتربى في محراب المسجد، إزاي يتحول من منشد وتقي لواحد من أخطر خدام الجن؟ السر كله في كلمة واحدة: المندل. أنا هدير، والنهاردة إحنا مش بنحلل مسلسل، إحنا بنحلل واقع أسود بيحصل حوالينا وإحنا مش دارين. إزيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا في أمان. ركزوا معايا جداً لأن الكلام اللي هقوله النهاردة خطر. المندل اللي اتفتح على إيد صابر وهو طفل هو طقس من أخطر طقوس السحر الأسود، بيعتمد على تحضير كيان شيطاني داخل جسم طفل بريء عشان يكون وسيط يشوف اللي احنا مش شايفينه. هنا بتبدأ أول مرحلة في تدمير النفس البشرية، ولما صابر لقى الكتب في السرداب الرحلة بقت بلا عودة. الكتب دي حقيقية يا جماعة، أسماء زي شمس المعارف والمنبع وغيرهم. الكتب دي قراءتها بس في الجزء الثاني والثالث المسلسل دخل في منطقة الوراثة اللعينة، ومحدش جرب يعني يفتحها إلا يخلف وفعلا طفل حياته روحاني. اتدمرت. في عالم الروحانيات، الطفل اللي بيجي من صلب ساحر اتعامل مع ملوك الجن بيكون جسمه مهيأ كبوابة مفتوحة طول الوقت. صابر بدأ يشوف الأحلام اللي بتتحقق، ودي مش نبوءة، دي رسائل مشفرة من أبعاد تانية بتوجهه لمصيره. السحر انقلب على الساحر لما القوة الخفية بدأت تتوغل في عيلته نفسها. مفيش ساحر مهما كانت قوته بيقدر يحمي أهل بيته من الضريبة اللي لازم تدفع لإبليس. الأسماء اللي اتقالت في المسلسل لملوك الجن هي أسماء حقيقية موجودة في المخطوطات القديمة، ورسم رموزهم على الشاشة كان فخ بصري للمشاهدين. هنا بقى بنوصل لأكتر جزء مرعب ومثير للجدل: الماسونية. المسلسل بدأ يورينا اجتماعات النخبة، اللبس الموحد، الرموز اللي على الخواتم. دي مش مجرد إكسسوارات تصوير، دي محاكاة دقيقة لنشاطات المنظمات السرية اللي بتسيطر على الميديا والجرائم العالمية. بيوضح لنا إزاي بيتم السيطرة على العقول وتوجيه الشعوب من خلال طقوس ما يعرفهاش غير أبناء إبليس. وأخطر حاجة ظهرت هي قصة التضحية ب27 طفل كقرابين دم. ليه تاريخ 6/6/2026 بالذات؟ في علم الأرقام الشيطاني الرقم ده 666 مع السنة دي بيمثل بوابة كبرى لاستدعاء كيان مسمى بالخارق أو الدجال. الفكرة إن المسلسل بيسرب لنا معلومات حقيقية وسط الخيال عشان لما تحصل عقلنا يكون متبرمج إنه شافها قبل كده وما يتصدمش. ونيجي للنقطة اللي خلت الكل يهرش في راسه: العودة من الموت. إزاي شخص يندفن ويتحلل ويرجع يتكلم ويمارس حياته؟ في عالم السحر الأسود في حاجة اسمها الاستنساخ الروحاني أو القرين المستحوذ. الكائن اللي بيرجع مش هو الشخص اللي مات، ده كيان شيطاني واخد نسخة من ذكرياته وشكله عشان يكمل المهمة وسط البشر. المداح مش مجرد قصة صابر، ده تحذير لينا كلنا من عالم بيحاول يقتحم عالمنا بكل الطرق. الخلاصة يا جماعة، المعلومات دي خطر، والبحث وراها ممكن يفتح عليكي بيبان ما بتقفلش. المسلسل ادانا طرف الخيط، بس الشاطر هو اللي يفهم الرسالة ويحصن نفسه. لو عجبكم التحليل الطويل والعميق لملف المداح، ادعموني باللايك والاشتراك عشان نكمل في كشف المستور. أنا هدير، وخليكم دايما في حماية الله من كل شر مستخبي. سلام.